قضيتنا النهاردة عن بنت عندها 11 سنة اتخطفت في وسط النهار واتقتلت بأبشع طريقة. ومع ان المجرم كان ليه سوابق وارتكب 13 جريمة خلال 10 سنين، الا ان الشرطة بتفرج عنه لحد ما ارتكب الكارثة وضيع حياة طفلة بريئة بكل وحشية. وقبل ما نبدأ تفاصيل قضيتنا، لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا نبدأ قضيتنا. الحكاية كلها بدأت يوم 31 يناير سنة 2004. في اليوم ده كان المجني عليها كارلي بروسيا بايتة عند واحدة صاحبتها، وكارلي بنت صغيرة عندها 11 سنة مطيعة وهادية وملهاش صحاب كتير. وتاني يوم اللي هو يوم 1 فبراير كان في ماتش السوبر بول، وكارلي قررت ترجع البيت تتفرج عليه مع عيلتها، واللي هم مامتها سوزان وجوزها ستيف كانسلر. وفعلا بلغت كارلي مامة صاحبتها إن أهلها سمحوا لها تروح لوحدها للبيت، وخرجت من بيت صاحبتها يوم الماتش الساعة 6 مساء. وبسرعة مامة صاحبتها اتصلت بسوزان وقالت لها إن كارلي في طريقها للبيت. ومع إن المسافة ما بين البيتين مش كبيرة، إلا إن سوزان ما كانتش مرتاحة، وعلشان كده خلت جوزها ستيف ينزل يشوف كارلي في الطريق ويجيبها للبيت. وبسرعة ستيف أخد عربيته وراح في طريق بيت صاحبة كارلي، بس الغريب إنه ما قابلهاش في الطريق، وتوقع إنه ما شافهاش وهو سايق، ورجع تاني من نفس الطريق لبيته. ولما تاني ما قابلش كارلي، فضل رايح جاي على الطريق لحد ما عدت ساعة تقريبا، وقرر يرجع البيت وهو بيدعي ربنا تكون كارلي وصلت وهو ما شافهاش. بس المفاجأة إنه لما وصل البيت ما لقاش أي أثر لكارلي، ومن هنا بدأ الكابوس. وسوزان لما عرفت إن بنتها ملهاش أثر، خرجت مع ستيف يدوروا عليها في كل مكان قريب لبيتها وبيت صاحبتها، بس برضو ما لقولهاش أي أثر، وعرفوا إن الحل الوحيد إنهم يبلغوا الشرطة. ووقت ما اتصلت سوزان بالشرطة كانت الساعة 7:30، يعني تقريبا عدى على اختفاء كارلي ساعتين إلا ربع. وبلغت سوزان كل المعلومات عن كارلي، وبعد المكالمة أصدرت شرطة باولو أمر بالبحث عن كارلي، ودوروا في كل مكان في الطريق من بيتها لبيت صاحبتها. وعدت 4 ساعات ونص وبرضه ما وصلوش لأي حاجة. وتاني يوم كانت عيلة كارلي جهزوا منشورات باختفائها وحطوا عليها صورتها، وستيف راح لشركة توزيع منشورات علشان يوزعها. وبعد يومين من الرعب والقلق ما ظهرش أي أثر لكارلي، بس وصل للشرطة بلاغ عن ستيف من عامل في شركة توزيع المنشورات، وقال إن ستيف وهو بيطلب منهم توزيع منشورات اختفاء كارلي سألوا إذا كان يقدر يشتري له بعض الأدوية، وقال إن السؤال ده غريب ومش في وقته. وفعلا الشرطة شافت إن ده سؤال غريب وطلبوا ستيف للاستجواب، وبدأوا يحققوا معاه كمشتبه فيه في قضية اختفاء كارلي. بس هو أكد وأثبت إنه وقت اختفائها كان موجود في البيت طول اليوم، وسوزان أكدت كلامه. وبعد ما الشرطة اتحققت من كلامهم برأت ستيف، بس ستيف وقتها قال إنه شاكك في شخص اسمه رون شوكت، وده بيكون البوي فريند لمامة صاحبة كارلي. وستيف قال إنه شاف عربيته عند بيته يوم اختفاء كارلي، وشافها بعد وقت قليل قدام بيت صاحبتها. ومن هنا الشرطة حققت مع رون، بس ما وصلوش لأي نتيجة، لأنه أثبت إنه كان في طريقه للشغل، وزمايله في الشغل أجمعوا إنه كان موجود معاهم لحد ما ورديته خلصت تاني يوم. وطبعا بكده الشرطة استبعدت رون كمان من دايرة المشتبه فيهم، اللي هي أصلا فاضية ومش لاقيين ولا متهم ولا دافع ولا خيط يوصلهم لكارلي. وعلشان كده فكروا ان كارلي تكون هربت بإرادتها، وخصوصا ان صاحبتها قالت انها كانت بتتضايق كتير من عيلتها. بس سوزان أكدت ان بنتها صغيرة، وحتى لو كان في بعض الخلافات معاها فهي خلافات عادية زي اللي موجودة في أي بيت، ومش ممكن تدفعها للهروب. والشرطة شافوا ان كلام سوزان مقنع، وزاد شكهم في ان البنت ممكن تكون اتعرضت لمؤامرة. وعلشان كده تاني يوم استعانوا بكلاب البحث وخلوها تتتبع ريحة كارلي، وفضلوا ماشيين ورا الكلاب لحد ما وصلوا لمغسلة عربيات. والمغسلة دي ما كانتش في الطريق العمومي ما بين بيت كارلي وبيت صاحبتها، لكن كانت في طريق مختصر ما بين البيتين. وده المكان اللي ما دورش فيه ستيف من أول ما خرج يجيب كارلي للبيت، لأنه لو كان فكر ثواني كان ممكن يلحق كارثة. المهم إن رجال الشرطة بدأوا يفرغوا كاميرات مراقبة المغسلة يوم اختفاء كارلي، وفعلا شافوها في الكاميرات، وشافوا راجل متوسط الطول قرب منها وأخدها ومشى. وللأسف
المحققين ما قدروش يوصلوا لشكل الراجل ده كويس، وكل اللي عرفوه إنه كان لابس بدلة ميكانيكي وبشرته بيضة وفي وشم على إيده، مش أكتر من كده. واستنتجوا من طريقة كلامه مع كارلي إنها ما تعرفوش، وغالبا هددها علشان تمشي معاه. ولأن الشرطة ما قدرتش توصل لهوية الشخص ده بأي طريقة، في خلال ساعة وزعوا مقطع الفيديو على كل محطات التلفزيون على أمل إن أي حد يتعرف على شخصيته. ومع إن في البداية ما ظهرتش أي معلومة، لكن بعد فترة صغيرة وصلت اتصالات كتير للشرطة بتأكد بنسبة 90% إن الشخص ده اسمه جوزيف سميث، بيشتغل ميكانيكي سيارات وعنده 37 سنة وأب ل3 بنات، وليه تاريخ إجرامي طويل. تقريبا أول قضية ليه كانت سنة 1993، وعلى مر 10 سنين ارتكب 13 جريمة كلها عبارة عن مخدرات واختطاف وضرب وعنف ضد النساء. وبسرعة الشرطة بدأت تجمع معلومات أكتر عنه، وبالتحقيق مع زمايله اللي قال إنه ما كانش موجود في ورديته يوم اختفاء كارلي، واللي قال إنه طول الوقت بيكافح في الشغل عشان يوصل لفلوس يشتري بيها مخدرات، واللي أكد بعد ما شاف الفيديو إن الشخص اللي خطف كارلي هو جوزيف. واللي أكدوا عليه كلهم إن اليوم ده جوزيف كان معاه عربية لينكولن بني كانت عطلانة وبيصلحها. ومن هنا رجعت الشرطة لتفريغ الكاميرات اللي أخدتها من المغسلة، وحاولوا يدوروا على أي حاجة مش طبيعية حصلت في المكان. وبعد بحث وتركيز اكتشفوا عربية بوك صفرة وصلت جراج المغسلة قبل اختطاف كارلي ب3 دقايق، ومشت من الجراج بعد اختفاء كارلي من الكاميرا الأولى بحوالي 3 دقايق التانيين، وطبعا ده من غير ما تدخل المغسلة أصلا. ومن هنا استنتجت الشرطة إن المجرم ما كانش مراقب كارلي من البداية، لكن لما شافها خطط للجريمة في نفس اللحظة. ومع الوصول للمعلومات الجديدة قرروا رجال الشرطة زيارة بيت جوزيف، وراحوا للبيت اللي كان مؤجر فيه أوضة مع صحابه جيفري ونعومي، وده بعد ما مراته طردته من البيت بسبب سلوكه وإجرامه. وأول ما وصلوا رجال الشرطة للبيت شافوا هناك جوزيف بيدخن سيجارة، بس فجأة دخل البيت واختفى، ولما خبطوا ما فتح لهمش الباب. وقتها وصلت أخته وأكدت للشرطة إنه موجود، لأنها كانت لسه عنده من دقايق وسابته وخرجت. وبعد ما فتحت الباب خرج لهم جوزيف وقال إنه ما سمعش الباب لأنه كان نايم. ساعتها سألوه المحققين عن المكان اللي كان موجود فيه وقت اختفاء كارلي، وهو قال لهم إنه كان في البيت بيتفرج على ماتش السوبر بول مع أصحابه. وقتها المحققين طلبوا منه يرفع كمامه، ولقوا على إيده نفس الوشم اللي كان على إيد خاطف كارلي في الفيديو، ولقوا كمان آثار خرابيش وتعوير بسيطة. وهنا وروله الفيديو لحظة خطف كارلي، وجوزيف أنكر تماما إن الشخص ده هو، وإنه راح عند المغسلة أصلا يومها. ولما سألوه لما خرج راح فين، قال لهم إنه أخد عربية جوزيف ونعومي واتمشى بيها على البحر شوية. والمفاجأة إن العربية دي كانت بوك صفرة زي بالظبط اللي دخلت وخرجت من المغسلة في حوالي 7 دقايق وقت اختفاء كارلي. وبكده المحققين اتأكدوا إنهم قدام المجرم الحقيقي، بس اللي شتتهم هو التحقيق مع نعومي اللي قال إن جوزيف فعلا كان في البيت وقت اختفاء كارلي وبيتفرج معاهم على الماتش. وفي اللحظات دي وصلوا رجال التفتيش اللي كانوا بيفحصوا العربية اللينكولن اللي كان جوزيف بيصلحها، ولقوا فيها مجموعة من المخدرات. وبكده اتقبض على جوزيف بتهمة التعاطي والحيازة مش خطف كارلي. بس بعد القبض عليه بساعة ظهرت مفاجأة جديدة في القضية، وهي اتصال من جيفري اللي قال فيه إن نعومي اختلط عليه الوقت والتواريخ، وفي اليوم ده جوزيف ما كانش بيتفرج معاهم على الماتش، لكنه أخد العربية وخرج ورجع تاني يوم الصبح. واللي قال كمان إنه قبل ما يسلم العربية لجوزيف كان ظابط عداد المسافات، ولما رجع جوزيف لقى مشى حوالي 300 ميل. وقتها المحققين سألوه عن الهدوم اللي كان لابسها جوزيف يومها، وأكد جيفري إن جوزيف كان بزي الميكانيكي. وبكده بقت كل الأدلة بتشير على جوزيف، وبدأوا المحققين استجوابه. وفي نفس اللحظات وصلت للمحققين معلومات بتقول إن والدة جوزيف راحت للورشة اللي بيشتغل فيها وسألت إذا كان هو اللي ارتكب الجريمة ولا لأ، وقالت إن لو ابنها عمل كده هي هتجبره إنه يعترف. والمعلومات دي كانت دليل للشرطة إن أم جوزيف شاكة في ابنها، بس رغم تحقيقات الشرطة معاه ما قدروش ياخدوا منه أي اعتراف، وكل اللي كان بيقوله
إنه عايز يكلم مامته وأخوه، وبقى كل اللي قدامهم إنهم يضغطوا عليه علشان يتكلم، وما بقوش بيخلوه يدخن السجاير أو يكلم حد من أهله. ورغم كده جوزيف فضل ساكت وما قالش غير إنه عايز محامي، والمحققين فقدوا الأمل إنه يعترف أو يقول أي معلومة واحدة تخص كارلي، واضطروا يرجعوه السجن تاني. ورجعت الشرطة تدور على كارلي في كل مكان لحد ما ظهرت الحقيقة يوم 5 فبراير بعد اختفاء كارلي ب5 أيام، وكانوا أصعب 5 أيام مروا على عيلتها. وفي اليوم ده جون أخو جوزيف اتصل بالمحققين وطلب منهم يروحوا له البيت، وبسرعة المحققين راحوا له، وجون قال لهم إن جوزيف اتصل بيه من السجن واعترف إن هو اللي قتل كارلي، وقال لهم إن جثتها موجودة جوه الغابة اللي على بعد أميال بسيطة من بيتها. ووقت ما كانت الشرطة بتحقق مع جون وصلت مامته واعترفت إن جوزيف كلمها هي كمان واعترف لها إنه قتل كارلي. وفي الوقت ده وصلت لجون مكالمة من جوزيف اللي طبعا انهار لما عرف إن أخوه بلغ عنه، واعترف في التليفون إنه قتل كارلي بعد ما اغتصبها. ساعتها الشرطة راحت بسرعة للمكان اللي قال عليه جون، ولقوا هناك جثة كارلي، والطبيب الشرعي قال إنها اتجرت في الغابة، وده كان واضح من آثار الجروح والخرابيش اللي في جنبها اليمين، ده غير إنهم لقوا آثار جروح مكان حبل أو أي شيء كانت مربوطة بيه. وأثناء تشريح الجثة الطبيب لقى شعر المجرم على هدومها، وبتحليل ال DNA أثبت إنه مطابق 100% مع ال DNA لجوزيف. وأثبت كمان إن كارلي تعرضت لاعتداء بطريقة وحشية واتقتلت عن طريق الخنق، وبكده اتهم جوزيف بقتل كارلي، ده غير قضية التعاطي والحيازة اللي كان ممسوك بيها أصلا. بس رغم إن الشرطة وصلت للقاتل، الناس في المدينة ما سكتوش واتهموا الشرطة والقضاء بالتقصير، لأن مجرم زي جوزيف اتهم ب13 قضية قبل كده ما كانش ينفع يعيش في المجتمع وسط الناس، وكان لازم حبسه وإعدامه كمان من زمان. ساعتها الشرطة دافعوا عن نفسهم وقالوا إن قبل اختطاف كارلي بحوالي شهر السلطات المحلية طلبت من قاضي في ولاية فلوريدا القبض على جوزيف لأنه مش ملتزم بالمراقبة، بس القاضي رفض بحجة إن أوراق السلطات مش كاملة، يعني من الآخر كده زي الروتين بالظبط عندنا، والروتين ده ضيع حياة طفلة بريئة. وأخيرا في يوم 24 أكتوبر سنة 2005 اتوجه لجوزيف اتهام بالقتل من الدرجة الأولى، ده غير تهمة ضرب طفلة أقل من 12 سنة واختطافها والاعتداء عليها، واتحكم عليه بالإعدام بحقنة مميتة. بس الغريب إن لحد يوم 18 يوليو سنة 2017 الحكم ما كانش اتنفذ. ده مش بس كده، ده القاضي كمان لغاه لأنه ظهر مشروع قانون جديد بيطلب تصويت إجماع المحلفين على أحكام الإعدام. وفي قضية جوزيف المحققين اللي صوتوا لإعدامه كانوا 2 من أصل 10، وفي النهاية القضاء ما جابش حق كارلي وجوزيف مات في السجن سنة 2021. بس أحب أقول لكم إن مش دايما القضاء بينصف المظلوم، لأن في الآخر القاضي بشر، ده غير إنه ملزم بإثباتات وأدلة وشهود وحاجات كتير قوي، واللي المفروض نعمله إن إحنا نحافظ على أولادنا. وهنا بتخلص قضيتنا، ولو عايزين قضايا زي دي تاني اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة علشان ننزل لكم قضيتنا الجديدة في أسرع وقت.